يوم 29 رمضان، وحط تحت رمضان ده خط أحمر. يوم 29 رمضان كنت في المقابر، شفت 3 شباب ساندين ظهرهم على مقبرة وواقفين. 3 شباب دول بيعملوا ايه؟ بيدخنوا سجاير في عصر رمضان. مش هنتكلم اذا كانت السجاير حلال او حرام، مش موضوعنا خالص. مش هنتكلم على ان هما بيشربوا سجاير برضو في نهار رمضان، برضو مش هنتكلم عن الموضوع ده ولا كأننا نعرف ان احنا في رمضان. ولكن هنجمع التلاتة ونقول بيشرب سجاير في نهار رمضان في المقابر. المكان اللي المفروض انت بتروح له عشان تاخد منه، لو انت حي تاخد منه العبرة والعظة، رايح انت مخصوص في نهار رمضان تدخن فيه في المقابر. يعني حتى ما احترمتش حرمة المكان ده. لما تروح له وانت حي المفروض تاخد منه العبرة والعظة. تخيل ان انت كشاب في العشرينات، يعني في عز شبابك، في عز قوتك اللي تقدر تصوم بيها، بتعمل كده في نهار رمضان. مشهد زي ده بيدل على ايه؟ هل بيدل ان مفيش تربية من الاب والام من البيت؟ هل مفيش توعية دينية؟ هل الشباب دي محدش احتواهم وفهمهم؟ ما اظنش ان توصل للمرحلة دي. ولكن في رأيك ايه السبب اللي يوصل شباب في سن 20 للمشهد والمنظر ده؟